عارف صاحبك الموهوب اللي كل ما تقعدوا على القهوه تقول له انت لو كنت كملت في الكوره كان زمانك في حته تانية خالص، واللي بتقعدوا تتحسروا على كل اللي حصل له في حياته عشان كده فضل قاعد جنبك على القهوه. لعيبنا اللي هنتكلم عليه النهارده الظروف برضو عندته عشان يبقى زي صاحبك الموهوب اللي كل ما هتيجي تتكلم عنه او تفتكر تاريخه في الكوره هتفتكر صاحبك الموهوب ده. لعيبنا النهارده ما يقلش موهبه عن امير الموهوبين اللي اتكلمنا عليه في تاني حلقه لينا، وليد صلاح الدين. لعيبنا النهارده كان كل جماهير مصر تحب تشوف الكوره وهي في رجله. لعيبنا النهارده هو علي حفني عبد الله حسنين والملقب بايمن حفني، معشوق جماهير الزمالك. لو جيت اتكلمت على اكثر 20 لعيب اثروا في تاريخ الزمالك الحديث من 2014 ل 2024 واحنا النهارده في شهر نوفمبر 2024، عمرك ما هتنسى ولا ينفع تنكر الدور اللي عمله ايمن حفني في تاريخ الزمالك. ايمن حفني هو اللعيب الوحيد في تاريخ كرة القدم المصرية اللي اتحطت صورته على شعار نادي، وهو شعار نادي مصر المقاصة. بعد هدفه التاريخي امام الاسماعيلي اللي اجابه في دوري 2009 امام الاسماعيلي من الباكورد الشهير اللي احرزه، تم اتخذت صوره لايمن حفني واتحطت على شعار مصر المقاصه قبل تغييره. ايمن حفني اللي بدا فتره لعبه مع البدرشين قبل ما ينتقل للمقاصه، يلعب مع المقاصه موسمين من 2009 ل 2011، يحرز في الموسمين دول 9 اهداف في 31 مباراه. وبعد كده مشكله التجنيد اللي بتحصل لكل لاعيبه مصر، يقعد 3 سنين في طلائع الجيش. ال3 سنين دول اثروا على حياته تاثير كبير بسبب ان الكابتن فاروق جعفر ما كانش شايف موهبه ايمن حفني. وللاسف ايمن حفني في 3 سنين يلعب بس 28 مباراه يحرز فيهم هدف واحد امام الزمالك في نصف نهائي كاس مصر في 2013، قبل ما يروح سنه يلعب اعاره في اهلي طرابلس. بعد كده ايمن حفني هو مطلب جماهير مصر كلها، مطلب الزمالكاويه ومطلب الاهلاويه. ايمن حفني كل جمهور الاهلي كان شايف هو خير تعويض للزئبقي محمد بركات. ومحدش ينسى تصريح مهندس الصفقات الكابتن عادل القيعي لما قال ان ايمن حفني ده هو الصفقه الوحيده اللي راحت الزمالك وانا ما عرفتش اجيبها الاهلي وزعلت عليها. يجي ايمن حفني تاريخ مع الزمالك، شخصيه كانت مؤثره في كل البطولات اللي احرزها الزمالك من 2014 وقت دخول ايمن حفني ل 2019 وقت ما مشي ايمن حفني، واخر بطولاته كانت مع الزمالك وهي الكونفدراليه الافريقيه تحت قياده جروس كريستيان جروس المدرب السويسري. ايمن حفني مين ينساله الاسيست الشهير اللي امام الوداد المغربي في نصف نهائي بطوله افريقيا 2016 لما الزمالك خسران 5-1 وكله قال خلاص الزمالك بره البطوله، بشخصيه عظيمه وتركيز عظيم جدا. ايمن حفني يصنع هدف لستانلي يقدر بيه ستانلي يرجع الزمالك ويفوز الزمالك بالمباراه دي بمجموع المباراتين امام الوداد المغربي قبل ما يخسر في النهائي من صن داونز بمجموع المباراتين 3-1. لعيب اسطوري في تاريخ الكره المصريه. للاسف الظروف دايما كانت ضد ايمن حفني ان احنا نستمتع بايمن حفني وان احنا نشوف مسيره عظيمه كان يستحقها ايمن حفني، وده برضو اثر عليه انه ما كانش ليه مشاركات دوليه كتير. هو فقط لعب مع منتخب مصر 3 مباريات. لعيب اسطوري ولكن الحظ والظروف ما كانوش مساعدينه نهائيا، وعشان كده ايمن حفني ارقامه ممكن مش الارقام اللي انت هتفتكروا بيها بعد سنين، ولكن يظل ايمن حفني واحد من اهم 20 لعيب مثلوا او لبسوا تيشيرت الزمالك اخر 20 سنه. ومين ينسى ان زي ما قلنا هو اللعيب الوحيد في مصر اللي صورته اتحطت على شعار مصر المقاصه قبل تغييره.